السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صافي تشكيلة الفريقين اختيارات خوان كارلوس غاريدو في لقائه اليوم، لا اختلاف عن التشكيل الذي لعب به في المباراتين التوالي التي يصل فيها فريق الوداد الى الدور الربع النهائي. ملعب الشهداء، ملعب الخاص بنادي فيتا كلوب. سامبو يمشي في الجهة اليسرى ولكن طالت لعبد الله حيمود. السلام عبد الله يحاول يرفع هذه الكرة في اتجاه سامبو لكن مقطوعة. بعد ذلك وصلت مباراة الله يسعد يرفع هذه الكرة. يحيى في القائم الاول الرأسية ممكن ولا هذه الكرة مباشرة على جهته اليسرى. سيف الدين بوهارا، سيف الدين رجعت لعبد الله حيمود. مونديال في المغرب للاحتفال وكذلك لتحية اللاعبين المغاربة. وتعمل جهته اليسرى هشام بوسفيان او سيف الدين بوهارا. سيف الدين بينما انطلاقة من الجهة حتى الكرة ليحيى عطية الله. يحيى في العمق ولكن بعيدة على سيف الدين بوهارا. ليحيى عطية الله. يحيى في العمق ولكن بعيدة على سيف الدين. سولومبي وصلت الى كيكاسا ولكن دون جو المستقبل ونادي فيتا كلوب. الكره الاماميه البينيه في الاستلام لمن يا روزان توصل على الطرف الايمن لا اسرع ويحيى عطيه الله. والكره تديه الميدان في المسابقات الافريقيه بينما لدينا كره امشي يا سامبو مرت على السامبو الكان في وضعيه تمشي لتيومبولي حذري من التسديده. زولا اعطاهم الكره زولا كونغوليا تمشي لمابيدي محضره التسديده ولكن ضعيفه السهله بين احضان المغربي في الفتره القادمه وفي الثلث الاخير جدا لانه ليس هناك ضغط على حمل الكره لكن حذاري من الاخطاء. السلام عن طريق العمونجينغا داخل منطقه الجزاء هذه صعبه والتكنوتي يتصدى. التكنوتي برافو في اول اختبار صعب. الانسلال في العمق والعرضيه بعد ذلك السلامات بالنسبه للمدافع هنا في لقطه صعبه. فيتا كلوب كان القديم الجديد خوان كارلوس غاريدو بينما انطلاقه فيها تغطيه. هنا ستعطي ثقه اكبر لفريق الفيتا، تخلي ثقه يثق في قدراته وتخلي فيتا يؤمن بأن الادوار الاقصائيه ستلعب هذه الضربه الحره هنا عاليه على مرمى احمد رضا. التكنوتي تخرج مباشره الى الداودي يرفع داخل منطقه الجزاء وبالراس كاد يكون الجول الاول لفائده الوداد. يا سامبو بالتخصص سامبو كان قريب من الهدف. اخيرا تاتي فرصه سولونبي لمن يسرون به في خطأ. نعم حكم مرة لفائدة فريق الفيتا كلوب. مرت جانبية قرب إليها روزان يتدخل أمام سامبو والحاخد وقته قبل تسديد شاكاي وتكنوتي برافو تكنوتي. نعم ينجح في إبعاد. لا زالت هنا الخطورة. الابعاد ناجح. يمشي سيف الدين يراوغ سيف الدين يمر سيف الدين ولكن العوده كانت اسرع للمدافع. جماهير الوداد هنا في ميلاد كذلك في صفوف فريق فيتا كلوب. هذه الكره الاماميه ميدان ذات عشب اصطناعي بينما كره فيها وضعيه التسلل. الدوري على مستوى الكونغو الديمقراطيه الكره الاماميه نتيجه سلبيه. لا التعادل سيكون بطعم الانتصار اولا لانك تفرض فيها ايقاعك وصعب انك تلعب بالطريقه المتعوده. سولومبي يرفع الكره لكن بعيده تماما امام البرازيل في هذه المباراه الوديه التي ستلعب يوم الخميس. تحبذ اللعب امام المنتخب المغربي من بينها المنتخب طنجة بينما انطلاقه من الجهه اليمنى يحيى جبران العرضيه فيها 19 ورغم ذلك هو ثاني اكثر الفرق تتويجا بهذا اللقب. بينما الكره هنا تاتي مباشره الى ضربه مرمى. الفريق الاول هو الجيش الملكي على مستوى كاس العالم. هو 24 الكره الاماميه لكن طالت تبين وما نحصد حاليا لم ياتي صدفه بل جاء نتيجه عمل. وصلت على جهه اليسرى والتغطية الدفاعية من أمين فرحان. ابتهاج سرور تمشي هنا بلمسة بتحضير على الطرف الأيمن عرضية والتدخل بعد ذلك من الدفاع. الإفريقية تمشي كرة في الجهة اليسرى بوسوف في تصفية أمم إفريقيا ستجرى بالمغرب.
الاختلاف في هذه النقطة، وإشادات دائما تأتي بعد إجراء التربص في التظاهرات وحتى في التربصات والمباريات الرسمية. بينما كرة سيمبي سامبو في خطأ، سامبو نعم في تدخل واضح، وبالتالي لدينا ضربة. العشرات من تنقلوا للعاصمة برازافيل مؤازرة الوداد. سامبو حاول للمرور في مراوغة في عرضية على القائمية الثانية. كل شيء ممكن يسجل. بوسفيان يتقدم، بوسفيان لعناصر فريق فيتا كلوب عن طريق سيمبي. امين فرحان بهذا الشكل عن طريق لاعبي زورا في عرضية على القائمة الثانية اللي تخلي اللاعبين فعلا يحترمون القرارات المدرب، وقرارات تحترم طالما النتائج هي إيجابية، طالما الانتصارات على جهة اليمنى ناحية لاعبي بوسفيان العرضية وفيها ركنية. نعم، هل الحل يأتي من كرة ثابتة؟ مشاهدينا الكرام، ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي تلعب هذه الركنية والراسية. بعد ذلك أمين أبو الفتح، أعتقد أول لمسة من أمين أبو الفتح الضربة الرأسية بعيدة. تأخرت نسبيا في تبديلات الخط الأمامية، بديل البحث عن التسديدة الكرة، طلع الكرة وفيها ركنية. يانغا الانسلال، هذه صعبة. كم كانت خطيرة دي الفرصة لعناصر نادي فيتا كلوب. حذاري من الفيتا في الكرة للخلف، استلام عن طريق اللاعب روزان يا روزين بوهرة، لكن طالت على لاعبي سيف الدين. جولة الثانية رجعت الكرة من جديد. بديل، ونجم يدخل، ونجم يراوغ، ونجم محاولة العرضية، والحارس بعد ذلك ويدراغاو. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.